بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. انا عامل كفتة داوود باشا. ما كلناهاش من زمان، بس بتبقى جميلة وموفرة ومية مية. ربع لحمة مفيش غيره اهو، ربع. شايفين اهي حتة صغيرة اهي، ربع لحمة. تمام. وحطيت بصلاية كده بشرتها وعصرتها، وفصين توم دقتهم، شوية خضرة ومعلقة نشا ومعلقة بقسماط. تمام. وهنا البهارات، اللهم صل على النبي، فلفل اسمر، بابريكا، شويه قرفه، شويه جنزبيل، بهارات فراخ. انا هحطها شويه الملح. هحطهم كده واعجنهم عجنه كويسه لحد ما يبقى ايه لينه كده في ايدي. هفضل اعجن فيهم لحد ما تبقى مية مية. حبايبي شايفين عملتها ازاي؟ شايفين اللهم صل على النبي، تنيت نعجن فيها لحد ما بقت جميله ازاي. دلوقتي ايه، انا هكورها كده كور على قد ما انت عايزه، صغيره كبيره براحتك. انا هكورها برضو واوريك كورتها ازاي. كبسيها كده في ايدك الاول وبعدين كوري. شايفين حبايبي؟ طلعوا حبه حلوين اهم. اللهم صل على النبي. طالما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم كده هتبص تلاقي الحاجه بقت في ايدك فيها بركه. والله هو ربع لحمه مفيش غيره. انا دلوقتي حطيت الزيت على النار وهقليها قدامي. يا حبيبتي حطيت الزيت لان الزيت ده انا هعمل فيه تسبيكه برضو، فاهماني؟ فانا هحط الكفته كده اهي، بس ما تعليش النار. احلى كفته داوود باشا دي، يا سلام. تبقى طعمها جميل والله، وموفره برضو، سهل معاكي، بتمشي معاكي الحال كمان. ما حطينالهاش الا بس معلقه بقسماط ومعلقه نشا، مفيش غيرهم. ما حطيناش حاجه تانية خالص، يعني ما زودناش اي حاجه تانية. بس شويه البصل بقى وشويه الخضره بيمشوا الحال، وفص الثوم بيخلي لها ريحة حلوة، والقرفة والجنزبيل ده مفيد جدا. جربي بس كده وهتقولي صح، كلامك مظبوط. اللهم صل على النبي. شايفين ربع اللحمة؟ ريحتها ايه، طالعة عسل. شايفين؟ متعليش النار، انا هوطي النار شوية عشان كده عالية اوي، عشان تستوي شوية. ما تحرقهاش، بس يا دوبك كده تبقى جامد، لونها حلو. اللون ده حلو اوي. تتحرق ما بتبقاش حلوة، تبقى تحس انها مرارة كده. معكيش فلوس ولا حاجة، هاتي ربع لحمة. على فكرة اللحمة متلجة دي، انا مبضحكش عليكم، بقول لكم الصراحة. اللحمة اللي هي من كيلو ب200 جنيه دي، مش عارفة جابوها النهاردة ارخص بقى ولا برضه ب200 جنيه، مش عارفة. هو ربع يعني 50 جنيه. جنب شوية رز كده بقى كده. عايزة تزودي العملية بقى، اعملي لها بطاطستين بقى والكلام ده كله، بس كده مش هتبقى داوود باشا خالص، تبقى داوود الغفير. عملنا لها خلط، خليها بقى داوود باشا، خليه باشا كده زي ما هو، جنب شوية رز تبقى عسل. معلش عشان بعمل بإيد واحدة يا جماعة. الله الريحة طالعة والله جميلة. ما بضحكش عليكم، أنا بقول لكم أصلا احنا اللي هناكلوها يعني. لو وحشة احنا اللي هناكلوها، حلوة احنا اللي هناكلها. بس أنا بقول لكم على الفكرة، وانتم بتعملوا أحسن مني صراحة. أكيد يعني هتعملوا أحسن مني، بس أنا بقول لكم على الطعم بيبقى جميل كده، يعني بالطريقة دي بتبقى حلوة.
والله عملتوها كده براحتكم، ما عملتوهاش بقى انتوا حرين يعني، اعملوا بالطريقة اللي تريحكم. بس هي الطريقة دي بتبقى جميلة، هي دي الطريقة الصح بتاعت كفتة داوود باشا دي. شايفين حبايبي لونها جميل جدا كده. انا وطيت النار عشان خاطر ايه، لما بعلي النار بتتحرق، وانا مش عايزاها محروقة بصراحة، عايزاه اللون الحلو ده. ثواني مش هتاخد منك وقت، الاكلات السريعة برضو دي حلوة اوي كده. زمانكم بتقولوا ايه الملل اللي احنا فيه ده، مخليه التليفون شغال. انا هوقف التليفون شويه عشان ما زهقكوش وايه، وتخلصوا البتاع بتاعكم النت بتاعكم. انا هوقفه شويه واشغله تاني. حبايبي شايفين قالتها ازاي كلها، لما صلى على النبي لا فكت ولا اي حاجه. ليه؟ لاني مش حاطه لها اي حاجه غير بس ايه، معلقه البقسماط دي، معلقه واحده بقسماط ومعلقه نشا بس، ما حطيتش زياده عن كده. وحطيت الطاسة تاني على النار، نفس الطاسة اللي انا عملت فيها هحط فيها بصلاية صغيرة خالص والثوم، هي بتحب الثوم صراحة. هقلبها كده شوية زيت، انا نقصت من الزيت اللي كان في الطاسة وخدت شوية صغيرة. الله على الريحة والجمال يا ناس. هجيب شوية فلفل اسمر بقى. شايفين بقى حطيت الصلصة عليها اهي. طبعا عاملة الطماطم زي ما قلت لكم اهي، باخد منها وحطيت فوقيها كده، وحطيت الصلصة اهي. اللهم صل على النبي. حطيت شوية الفلفل الاسمر، فاضل بس ايه حبة الملح، واسيبها تنشف كده مع نفسها. زودها ندعة مية. شايفين حبايبي اتسبكت خالص اهي. هحط لها واحدة مرقة دجاج بس، واحدة اهي، واحط لها شوية المية. هي كده بتبقى جميلة مع الرز بقى كده ايه، بتبقى عسل. حط لها شوية مية كمان وخلاص. ظبطي بقى الملح بتاعك انتي ايه، شوفي انت عايزاها حادقة ولا حاجة، وبعدين رصيها بقى كده. اول ما تحطي شوية المية ترصيها، تحط عليها النار بقى كده وتاكلي بقى احلى. يا سلام، داوود باشا دي تبقى طعمها جميل جدا، احلى من الكفتة كمان، هي تعتبر كفتة يعني. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كله في الطاسة، لا غسلنا مواعين ولا وجعنا دماغنا ولا اي حاجة. شايفين لما صلى على النبي الربع عمل قد ايه؟ الله اكبر. شايفين يا جماعة؟ تعمل معاك، تفك معاك ياما، تاكلي انت وعيالك وتشبعهم. اللهم صل على النبي. مع شوية رز كده ايه، عسل. شوية البصل دول خسارة. سيبها بقى كده وتوطي عليها النار شوية، وكلي بقى احلى كفتة داوود باشا. محدش يعرف يعملها الا انا كده. يا سلام، سلام على الحلاوة. لها بقى كده ايه شوية خضرة كده على الوش. يا سلام، بقدونس على كزبرة دي.
وكلي بقى ودايلي. لا فرن بقى ولا حاجة، انت سيبها بس على النار كده، ايه، على نار واطية شوية كده وهتطفي عليها تكون اللحمة استوت. انا وطيت عليها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا المنظر الحلو بقى ده، يا سلام. شوية بقى ايه، كفتة داوود باشا ديت ما يعلاش عليها. بصوا الجمال، شايفين؟ انا طفى عليها استوت كده خلاص، كفاية عليها كده قوي. اه، وغرفت شوية رز اهو مثلا، وهتحط بقى جنبيه كده هو اللي عايز ياكل. شايفة؟ بصي بس الصلصة بتاعتها شكلها يفرح ازاي. بصوا، هو ده الطبيخ اللي على اصوله، مش اي كلام. شايفين؟ اهو، حطي كده. يا سلام، احلى اكله. شايفين جماله؟ بصوا المنظر. بصوا اعملوها بالطريقه بس ديت كده هتعجبكم قوي، خلي بالكم. والله العظيم طعمها بيبقى جميل. حطوا بقى شويه خضره كده، الكونديشن بتاعها حاجه بسيطه كده اهو، تبقى حلوه الخضره. انا بحب الخضره عليها صراحه. بصوا المنظر بقى جميل ازاي، عسل. عسل ولا ريحتها والله العظيم جميلة. يلا لايكات بقى حبايبي بقى، خليكم حلوين مع امكم بقى شوية. لايكات كده وشير، وخلي اصحابكم بالله عليكم اشتركوا. قولوا لهم والله دي واحدة يعني غلبانة بتعمل حاجات كويسة. اشتركوا معاها يا جماعة. اشتركوا، خليكوا اشتركوا كده وخليكوا حلوين. بصوا الربع اللحمة عمل قد ايه، عمل كمية كبيرة والله اهو. شايفين؟ عمل ياما، ياكل 4 تنفار. اللهم صل على النبي. ربع لحمة هتقضي بيه كله. شوية صلصة كده من البيت، بصلاية بتاع، وشوية الرز وخلاص. يلا حبايبي اعملوها كده وتهني. يلا حبيبتي، انت اشطر مني انا عارفة والله، انت هتعملوها احلى مني كمان. بس اعمليها بالطريقة دي. وشوية القرفة بيخلوا لها ريحة جميلة، والجنزبيل ده مفيد جدا زي ما انتوا عارفين. يعني كل الحاجة اللي فيها ديت مفيدة جدا. هتعمليها هتتبسطي منها قوي. يلا حبايبي، مع الف سلامة حبايبي، مع السلامة.